أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات 10 minutes for grammar. النهاردة الحقيقة أنا قررت نعمل سلسلة من الحلقات للجرامر ونبني عليها إن شاء الله بعد كده علشان تفيدكم في الاستخدامات اليومية. والحقيقة قررت إن احنا هنبدأ from scratch، يعني من الصفر. والسؤال بقى اللي لازم تسأله، أنا ليه بتعلم الجرامر أصلاً؟ وهو إيه الجرامر ده؟ أنا هقول لك يا سيدي بكل بساطة. الجرامر يا جماعة هو عبارة عن system and structure of a language. عارفين زي إيه؟ زي إشارة المرور. إشارة المرور بتنظم العربيات والشوارع. هو الجرامر كده بالظبط، بينظم الجملة. لو انت حطيت حاجة مكان حاجة في الجملة يبقى الاستراكتشر باظ، يبقى الجملة كلها باظت، يبقى انت كده ايه؟ رحت ورا الشمس. عشان كده أنا هبدأ النهاردة بحاجة اسمها parts of speech اللي هي أجزاء الكلام. والحقيقة parts of speech عندنا في الإنجليش هم 8. طب إيه هم بقى؟ أول حاجة nouns اللي هي الأسماء. تاني حاجة عندنا الpronouns اللي ممكن تحل محل الأسماء، ودي بنقول عليها بالعربي الضمائر. تالت حاجة عندنا اللي هي الادجكتيفز اللي هي الصفات. الصفة لما اجي اوصف شخص اقول مثلا رفيع طويل. وعندنا حاجة اسمها الادفيرب اللي هي الحال او الظرف. عندنا كمان البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. وفي عندنا الكونجنكشنز اللي هي ادوات الربط. واخر حاجة عندنا اسمها interjection اللي هي كلمات تعبيرية مفاجأة. وطبعا انا هبدأ بالناونز. الناونز هي ايه؟ بكل بساطة اسامي، سواء اسامي اشخاص، اسامي اماكن، اسامي اشياء، افكار، كل دي بنقول عليها nouns. For example لما اجي اقول مثلا احمد is my brother، هنا احمد ده الاسم، فده يعتبر ايه؟ noun. وعايزه بقى اقول لكم على سر خطير ولازم تحطوه في دماغكم. لو لقيت ان انت عارف تحط او ذا قبل الكلمه يبقى وش دي noun. تاني حاجة في parts of speech هي الضمائر اللي بنقول عليها بالإنجليش pronouns. دي بتحل محل الاسم. طب ليه أنا بعملها؟ عشان ما أكررش الاسم. يعني مثلا عايزة أقول مثلا علي is nice، علي is my brother. طب ليه أنا كررت الاسم؟ ما أحط هي بدل علي. أنا قلت already في الأول علي is مثلا nice، فهقول إيه؟ he is my brother بكل بساطة. وطبعا اشهر الضمائر او اللي احنا بنستخدمها على طول اللي هم الاي، we، you، they، he، she and it. اجي بقى لحاجه مهمه جدا اللي هي الافعال اللي بنقول عليها verbs. الverbs اللي هو ايه؟ الفعل، سواء فعل ماضي، فعل مضارع، فعل في المستقبل، كل ده بنقول عليه افعال. زي مثلا he played yesterday. الفعل هنا انا استخدمت play وحطيت طبعا ed عشان اقول ان ده حصل في الماضي، لان انا بقول هو لعب امبارح، يبقى طبيعي ان انا هحط ايه؟ ed. هنا بقى طبعا بلعب بقى بالافعال زي ما انا عايزه، وده ان شاء الله في الحلقات الجايه هشرح لكم التنسز بالظبط، وهنشتغل على العقل الباطن. انا مش بدي الرول كرول انها تتحفظ، لا احنا كبرنا بقى على الكلام ده، فالمفروض انها مش زي زمان في المدرسه يقولوا لنا خد القاعده احفظ لي هي شي ات بتاخد كذا. لا احنا مش هنمشيها كده، هنشتغل على السبكونشس العقل الباطن، وهنعمل دايما تريننج للسبكونشس. ده هيفرق معاكم جدا عشان نعرف نعمل conversation وسبيكينج صح. وخلي بالكم بقى ان الافعال بتنقسم لحاجتين، افعال اساسيه وافعال مساعده. تمام؟ فساعات مثلا في افعال مساعده زي verb to be، لما اجي اقول مثلا الام والاز والار الواز والوير، ساعات بيجوا في الجمله ان هم بيبقوا افعال مساعده، وساعات طبعا افعال اساسيه. فلازم برضو نبقى عارفين النقطه دي، وده ان شاء الله هنقوله بعد كده في الحلقات الجايه. بعد كده يا جماعه عندنا حاجه اسمها الصفات اللي هي adjectives. والadjectives هنا شغلتها ايه؟ انها بتوصف الاسم، تمام؟ من حيث بقى شكله، حجمه، مظهره. زي مثلا ما اقول tall، short، big، small، كل دي adjectives. زي مثلا ما اجي اقول it's a big house، it's a big house، انا وصفت هنا الهاوس وقلت عليه ان هو big،
فbig هنا اللي هي تعتبر adjective. عايزة أقول مثلا she has blue eyes، يبقى لون عينيها أزرق، فأنا هنا وصفت الايز بتاعتها وقلت عليها إنها blue. تمام، فبلو هنا يعتبر إيه؟ adjective. طيب عندنا نوع تاني برضو مهم والناس بتغفل عنه شوية أو ما بتبقاش عارفاه كويس، اللي هو الادفيربس اللي هي الظروف. الظروف هنا شغلتها إيه في الجملة؟ إنها بتوصف هنا الفعل. إحنا قلنا الادجكتيف بيوصف الاسم، لكن الادفيرب بيوصف هنا الإيه؟ الفعل. أوكي؟ طب إزاي وفين وإمتى؟ يعني إيه؟ هقول لكم. يعني مثلا لما أقول إيه؟ he runs quickly. he runs quickly. الفعل اللي عندي هنا ان هو جري runs. تمام. طيب انا عايزه اوصف الفعل ده واقول ان هو جري بسرعه، فهقول ايه؟ he runs quickly. فquickly هنا يعتبر ايه؟ adverb. في بوينت برضو مهمه قوي، اغلب الادفيربس بيتحط لها في الاخر ly، وده مش دايما، في حاجات بتبقى مختلفه وده هناخده ان شاء الله بعد كده. نيجي بعد كده بقى لحروف الجر اللي هي البريبوزيشنز. البريبوزيشنز كتيرة جدا، زي ما انا قلت لكم مثلا in on under. يعني مثلا لما اجي اقول the cat is on the table، هنا on ده حرف الجر، انا عايزه اقول ان القطه فوق التيبل. اوكي، على التيبل، فده كده يعتبر حرف جر. طب ليه بستخدم حروف الجر؟ لانها بتربط ما بين الكلمات وبتبين علاقتها ببعض. اجي مثلا اقول I will go after lunch، فهنا after دي تعتبر حرف جر. بعد كده يجي دور الconjunctions اللي هي كلمات الربط، زي مثلا كلمة but and so however. كل دول كلمات ربط، يا اما بتربط ما بين كلمتين يا اما بتربط ما بين جملتين. زي مثلا لما اجي اقول I like tea and coffee. I like tea and coffee. أنا هنا عملت إيه؟ استخدمت and كأداة ربط، فقلت أنا بحب الشاي والقهوة. He is tired but he will study. أنا عايزة أقول إن هو تعبان لكن هو هيذاكر، ما فيش لازم يذاكر. أوكي، فهنا استخدمت but كأداة ربط وربطت هنا ما بين جملتين. وطبعا أشهرهم يا جماعة so, because, and, but, and, or. قلت لكم في حاجة اسمها interjections اللي هي كلمات التعجب أو المفاجأة. طيب دي بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان أعبر عن مشاعر لحاجة. يعني مثلا لو أنا surprised متفاجئ، لو أنا مثلا خايف مرعوب، كل دي حاجات للتعجب أو المفاجأة. For example لما اجي اقول wow that's amazing، هنا wow دي كده كلمة تعجب، انا بقول واو دي حاجة حلوة قوي. اوكي، يبقى ده اسمه ايه؟ interjection. oops I dropped it، انا وقعته. ايه ده؟ oops، حاجة برضو دي كلمة من كلمات التعجب. وخلي بالكم ان الانترجكشنز مش شرط انها تيجي في جمله، هي ممكن تيجي لوحدها على فكره او في جمله، ده عادي. ممكن ان انت تقول اوبس وتسكت، ممكن تقول واو ونسكت عادي. تمام، وممكن عادي انها تيجي في جمله، فالاتنين واردين. تعالوا بقى نعمل تطبيق عملي وبسيط على كل اللي خدناه في جمله واحده. اسمعوني كويس. The small dog ran quickly to the park. تعالوا نحلل الجملة ونشوف كل كلمة فيهم نوعها ايه. Wow, the small dog ran quickly to the park. تعالوا نحلل الجملة ونشوف كل كلمة فيهم استخدامها ايه او نوعها ايه. واو، فكروا كده معايا هي ايه؟ برافو عليكم، interjection. The يعتبر article. طب small فكرتوا فيها؟ It's an adjective، صفة. Dog noun، اسم. Ran verb، فعل. Quickly adverb اللي هو حال. To preposition، حرف جر. Park noun، اسم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ونفعل زر الجرس اللي بيقولوا عليه عشان يوصل لكم كل النوتيفيكيشنز. and see you ان شاء الله next time، وان شاء الله episode جديدة هتعجبكم جدا.